هنتكلم النهاردة عن الموالح، زراعة وإنتاج الموالح زي اليوسفي والبرتقال والليمون والجريب فروت. بتزرع في شهر فبراير وإبريل من 15/2 حتى 10/4. وأحيانا تزرع برضه في شهر 9 و10 اللي هو سبتمبر أكتوبر. طبعا زراعة أصناف مقاومة للأمراض والملوحة كثيرة الإنتاج، أصناف قصيرة تزرع في جميع الأراضي وخاصة الأراضي الرملية الخفيفة. كمان الري غمر ورش وتنقيط وري محوري، أفضلهم الري بالتنقيط. لابد من وضع السماد البلدي والطمي النيل، زراعة بعض المحاصيل البقولية وحرثها في الأرض، عمل مصدات رياح، الزراعة ناحية اتجاه الشمال أو اتجاه الشمس، خطوط في اتجاه الشمس، الاهتمام الجيد بالزراعة، عمل مصائد حشرية وعمل مصارف للمياه لعلاج الملوحة. طبعا الجبس الزراعي معالج ملوحة، والسوبر والسماد البلدي والأسمدة العضوية زي الهيوميك والفولفيك وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، دول طبعا كل دي حاجات بتعالج الملوحة. يحتاج الفدان إلى السماد البلدي من 20 ل 30 متر مكعب سماد بلدي، أو من البدريت 4 ل 5 طن على الفدان. بتوضع في الشتاء أو في جور حول الأشجار بعمق متر في آخر ظل الأشجار، يعني بعد ساق الشجرة بمتر على شكل دائرة على عمق أقل شيء من 40 ل 50 سنتي. توفير مصادر المياه، طبعا التسميد بسلفات النشادر أفضل. في حاجة تانية هنتكلم عليها برضو، زراعة الصنف المناسب في المكان المناسب. ملوحة الأرض لا تتعدى 1300 ملي موز، أي EC2. بتزرع على مسافات 5 في 5 أو 6 في 6 أو 5.5 في 6 أو 5.5 في 5 متر بين الشجرة والأخرى. طبعا للبرتقال البلدي والسكري والصيفي والليمون والجريب فروت واليوسفي. طبعا أقل مساحة للزراعة 5 أفدنة في المزرعة. طبعا زراعة الجور أو حفر الجور 80 عمق في 80 طول في 80 عرض. وطبعا بتؤخذ الترابة اللي طلعت من الجور بتقلب مع 2 كيلو سوبر، نص كيلو سلفات نشادر، نص كيلو بوتاس، ربع كيلو كبريت، وتقلب مع بعضها وتوضع في الأرض وتردم في الأرض، ثم تغمر الأرض أو الجورة من 2 إلى 3 مرات قبل الزراعة، طبعا عشان ما يكونش السماد البلدي حامي على الجذور. تزرع الأشجار أو الشتلات اتجاه الطعمة في اتجاه الريح، طبعا بحري حتى لا تكسر. طبعا الطعمة بتنزرع اتجاه الريح أو الرياح أو بحري حتى لا تكسر من الهواء. بعد الزراعة طبعا لابد من تطويش الشتلة أو قطع أجزاء من البرعم الطرف اللي فوق، ري غزير بعد الزراعة. طبعا ممكن نزرع برضو الزراعة طبعا من 15/2 إلى 15/4. حتى وأفضل الزراعة في شهر 9 و10 اللي ديسمبر أكتوبر، سبتمبر أكتوبر. دي طبعا لأن أفضل ميعاد ليه دي عشان يعني طبعا الجو مناسب. أما في شهر 2 و4 ديت و3 دي بتتأثر برياح الخمسين. يبقى الري الغزير أو العطش يسبب سقوط للأزهار في فترة العقد طبعا، والإثمار بتحب المية. زيادة عدد النقاطات حول الشجرة، وضع 2 خرطوم حول الشجرة لتزويد المياه، لابد من وجود النقاطات حول الشجرة، ده مهم جدا. التسميد طبعا للفدان بيحتاج إلى طبعا الفدان فيه من 150 إلى 160 شجرة، بيحتاج الفدان لحوالي من 20 ل 30 متر سماد
بلدي مع السوبر والكبريت. طبعا بيضاف طبعا النطرات بيحتاجها الفدان من حوالي من 200 ل 500 كيلو نطرات نشادر. أي شجرة بتحتاج من 10 طبعا كيلو في الثانية. البوتاس بيحتاج الفدان ل 200 كيلو، يعني 4 شكاير. الشجرة طبعا لا تزيد يعني لا يزيد تسميد الشجرة عن من 15 ل 20 جرام في اليوم. الفوسفور 250 كيلو. المغنيسيوم بتحتاج إلى 100 كيلو. طبعا ده بتوزع على فترات النمو. رش العناصر الصغرى قبل التزهير. يحتاج الفدان من 20 ل 50 لتر فوسفوريك في السنة على حسب عمره، من سنة إلى 7 سنوات. التقليم طبعا مهم، إزالة السرطانات والأفرع الجانبية طبعا الأفرع المكسورة. طبعا بعد التقليم بنرش اكسكلور نحاس. ورش الحشائش لابد منه. طبعا لو رشينا حشيش لازم نروي قبل الرش، وبعد الرش ب7 أيام الري. رش الجبريليك أسيد اللي هو القرص 5 جرام على 200 لتر ماء. طبعا الاهتمام بعملية العزيج وتنقية الحشائش ورش الحشائش. طبعا مقاومة الآفات والأمراض التي تصيب طبعا الموالح، حشرة صناعات الأنفاق، دودة الثمار، ذبابة الفاكهة. طبعا رش بزيت معدني لتر على 100 لتر. رش بالملاسيون أو الديمسويت قبل التزهير، أو مادة الكلوروزان، أو مادة السايبرمسترين أو الألفامسترين. مادة ليباسايد زائد بومانايل ديت مصائد حشرية. الحشرات القشرية اللي هو الحشرات القشرية بق الدقيقي، ده طبعا المن والتريبس والأكاروسات وذبابة الموالح البيضاء ودودة الثمار. طبعا أبامكتين، ورش بملاسيون، ورش بالديازينون، ومع الزيت المعدني. طبعا الزيت المعدني احيانا بنرشه مع هيدروكسيد البوتاسيوم او اكسيد البوتاسيوم او البوتاس، او دي بتنظف الاوراق. طبعا في جعل الورد الزغبي، طبعا علاجه مياه مع رائحة صناعية زي بتعلق في مصائد. القواقع والحفار علاجها عسل اسود مع لانة زائد كلوروزان ورده او ماده ميثايل 90. نيماتودا طبعا بيعالجها بالاكزاميل او الفيوردان 10%. عندك طبعا الامراض الفطريه اللي بتصيب الموالح، اعفان بذره الموالح زي بيعالجها الكابيتان والسيفونات الميثايل. بتطهر البذور او الشتلات. موت البادرات المفاجئ، العفن البني، العفن الصمغي، عفن قاعدة الساق، بيتعالج ببرمنجانات البوتاسيوم أو كبريتات النحاس. دهان الأشجار بعجينة بوردو اللي هو أو دهان الساق اللي هو الجير الحي وكبريتات النحاس والمادة اللاصقة والمادة النشرة مع الكبريت. عفن القلف الصمغي أو عفن التصمغ بعلاج النحاس، برمنجانات البوتاسيوم. تصمغ عفن الموالح، عفن جذور الموالح، دي طبعا دهان الساق ورش الكبريتات او اكسكلور النحاس. طبعا التصمغات من اخطر الامراض اللي بتصيب نباتات الموالح او محاصيل الموالح او فاكهة الموالح. العفن الهبابي على الاوراق، رش طبعا اي حاجه فيها هيدروكسيد بوتاسيوم او صابون بوتاسي. رش ميتالاكسايل. عفن الفيوزاريوم تفادي الجروح للشجره، رش نحاس او ميتالاكسايل. الاشانات والطحالب، رش النحاس بعد التقليم وقبل الحصاد. عفان الثمار بعد التخزين، الامراض الفطريه التي تصيب الثمار، العفن الاخضر، العفن الازرق، العفن الاسود، دي لابد من رش كبريتات النحاس او كلور النحاس او الكبريت الميكرون. العفن الهبابي، العفن الدبلودي والعفن البني، ورش الثمار بسيفونات المصاري والكبيتان والكبريت الميكروني وجزء من هيدروكسيد النحاس. طبعا رش كالسيوم وبرونيوم والبيديوم، رش فوسفات بوتاسيوم او فوسفايد بوتاسيوم. طبعا اكاروسات الموالح، رش
وصدأ الموالح والعفن، والعنكبوت الأحمر العادي. طبعا رش أبامكتين وأميدا كلوبرايد. والسلام عليكم.